اهلا بحضراتكم حلقه جديده والامن في اسبوع. كالمعتاد احنا بنتابع اخبار الورم السرطاني الاخواني في الجسد المصري. احنا بنصحى كل يوم وبنسمع عن احداث ارهابيه في مكان بعيد بيستهدف قواتنا الامنيه الموجوده تحديدا، يمكن اكثرها على الاطلاق في مدينه الاسماعيليه، ومش عارف اسماعيليه تحديدا ليه، يمكن عشان كانت هي منشا جماعه الاخوان المسلمين. بنتابع مع بعض الورم ده الخبيث في الجسد المصري بيؤثر على شكل مصر الخارجي ازاي، بيعمل ايه، بيؤدي الى محاولة قلقلة النظام وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الآمن. مصر كلها بتحاول انها ترتقي وتعلو وتنظر الى المستقبل بنظرة بناءة، والغير بيحب او يفضل انها تيجي لورا. مركز بصيرة للاستطلاع الرأي، المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، اكتشف أو كشف عن سيرفي أو بحث عمله، قال إن لقوا إن نتيجته إن 70% من المصريين بيفضلوا عدم عودة الإخوان إلى الحياة السياسية، في حين إن 19% بيقولوا ممكن يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية، و11% رفضوا أصلا إن هم يدلوا برأيهم. تبعات ما يحدث في الواقع المصري وعلى الأرض المصرية، ماذا يفعله الإخوان المسلمون في الأراضي المصرية. احنا شاهدنا امبارح أكثر من حادث، والنهاردة في حادث أو اتنين طبعا نفتحهم مع بعض ونتكلم عن تبعات وأصداء هذه الأحداث على الواقع المصري من خلال لقائي مع ضيف الكريم سيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني والسياسي. أهلا بك معنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. تحب نبدأ بإيه؟ بأنهي ملف نبدأ؟ بإسماعيلية ولا نبدأ بالجامعات ولا بالتأثير الخارجي على الإخوان المسلمين بالإخوان المسلمين في تشويه صورة مصر؟ نبدأ بإيه؟ نبدأ من قلب العاصمة، الجامعات مثلا؟ خلينا مع الجامعات الحقيقة، لأنها قد تكون هاجس لكل البيوت المصرية، والرأي العام الحقيقة انزعج بشدة. يعني احنا الأمن في أسبوع، طوال الأسبوع الماضي كان يعني الرأي العام المصري والبيوت المصرية غير راضية عن اللي بيحدث في الجامعات. يعني الكل متفهم الأسباب، يعني الكل تحدث عن جماعة الإخوان وهي تستغل الوسط الطلابي ومسألة التعبير عن الرأي والنشاط الطلابي، الخروج بتظاهرات. الكلام ده كله الحقيقة كان مرحب به في بدايته، ولكن فوجئنا بانقلاب هذه الأوضاع إلى استغلال صريح لدخول هؤلاء الطلاب في أعمال عنف كثيرة جدا، أشياء تجاوزت حدود المقبول والمعقول، اعتداء على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، إتلاف وتخريب للمباني الموجودة داخل هذه الجامعات، منع زملائهم اللي مستمرين واللي بينخرطوا مهتمين بالعملية التعليمية، منعهم من أداء الامتحان ومن دخول المدرجات ومن معيشتهم العلمية داخل أسوار الجامعة بالصورة الطبيعية. طبعا ده كان شيء مزعج للغاية، وكان يعني بينذر بأشياء كثيرة، لكن عايزين نقول إن هو ليه مؤشر بإن هم فشلوا في الشارع. هم الجامعات بتعتبر بديل لما لم يستطيعوا أن يحصدوه في الشارع. في الشارع قبلوا الحقيقة برفض كامل من الرأي العام، ونزلوا في جميع ميادين ومحافظات مصر، وبالكامل هذه المحافظات أعلنت عن رفضها للإخوان المسلمين. يعني أنا مش مستغرب من النسب اللي حضرتك أعلنت عنها، وقد يكون أعلى من كده كمان مسألة الرفض. يعني النهارده الصبح كان في تظاهرات في اسكندريه، والاهالي بصراحه تكفلوا بيهم يعني. ما هو يعني واجهوا المساله دي الحقيقه في اكتر من مكان وبصوره متكرره، وكل مره بتاخد يعني شكل اعلى واحد من المواطنين ان هم رافضين هذا السلوك، لان الحقيقه هم شايفين المشهد العام جماعة عايزة تخرب، بس جماعة عايزة توقف المسيرة فقط لا غير، جماعة ما عندهاش أي خطاب بتحاول تقدمه للشعب، لا هي شغب لأجل الشغب، وقف الاستحقاقات السياسية فقط لمجرد التعطيل، مفيش أي خطاب يلفت حتى النظر أو يثير التعاطف. ده واجهوه في الشارع بوضوح. حاولوا ينقلوا ويستغلوا المرحلة العمرية للشباب اللي موجود في الجامعة، حالة التحمس، حالة يعني الانفعال وسهل الإثارة، وبدأوا يعملوا داخل الجامعات، يستغلوا أعضاء من الجماعة، طلاب داخل الجامعة. وفي بعض الجامعات أيضا ذكر تحديدا بأن هناك
من غير اللي موجودين في الجامعة ومن غير الطلاب، وبيستغلوا عدم وجود الأمن وبيدخلوا جوه الجامعة. الكلام ده شفناه في جامعة الأزهر، وفي أحداث جامعة الأزهر تم القبض على أكثر من 35 شخص داخل أسوار الجامعة، وفوجئ الأمن عقب إلقاء القبض عليهم في أحداث شغب بأن هم مش طلاب في جامعة الأزهر وما هماش تابعين لهذا المكان إطلاقا. ويعني المسألة احنا شفنا فيها الحرائر، شفنا الطالبات اللي هم بيقولوا انهم طالبات، مش طالبات يعني، مش طالبات، سنهم وسنهم يعني واضح انهم مش متعلمات اصلا بالظبط كده. يعني تم ضبط اكتر من حالة ونقلا عن شهود عيان لكل المحيطين بالمناطق الجامعية بان هناك من يقف ويقوم بتزويد الطلاب بزجاجات المولوتوف وبأدوات الاعتداء، وفي بعض الأوقات ناس تحدثت عن أموال بتوزع على هؤلاء المأجورين، المجموعات اللي هي بتندس وسط الطلاب وبتحاول تدخل الجامعة بطرق غير شرعية لتدير هذه الأحداث. احنا يمكن بنبص للفعل الجنائي، يعني احنا لو بنتكلم على ما يحدث او ما يحدث في الجامعات او في اسماعيليه او ما يحدث من تفجيرات هنا وهناك، ده الفعل الجنائي، رد الفعل الجنائي لفكر فاسد. اللي انا بتكلم فيه الفكر الفاسد اللي بيستقطبوا بيه شبابنا المراهقين اللي هم عندهم حمية وفورة الشباب، بيدثوا أفكار خاطئة عن المجتمع المصري الموجود أو السلطات أو الإدارة العامة للدولة، وبيبدأوا يقنعوهم إن قتل والتخريب مخالفة لكل ما ذكر في كل الشرائع السماوية، ولا ضرر ولا ضرار ولا غيره، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني هم تناسوا كل ده وبيضعفوا حتى الأحاديث الشريفة الموجودة بتقول في الكلام ده، ويبدأوا يقنعوا الناس إن هم الطبيعي والصح إن هم يقاوموا الدولة والسلطات الدولة. هو بيغذي حالة العداء دي والحرق والاعتداء عليهم. عاوز انتقل لجزئية تانية، يمكن الإسماعيلية تحديدا، المشهد في الإسماعيلية تحديدا. احنا شفنا امبارح تفجير حصل في اسماعيليه من عبوه ناسفه استهدفت قطاع امن مركزي او معسكر امن مركزي. طب وبعدين اسماعيليه ليه كتير؟ اسماعيليه كتير الحقيقه لان قبل 30 يونيو مباشره كانوا حاسين الاخوان المسلمين بان هيحصل شيء كبير يوم 30 يونيو، وان الشعب المصري كان وصل لمرحله كبيره في الرفض والغضب وعدم قبول مسألة استمرار الإخوان. كانوا حاسين بده وكانوا مبكرا بيهددوا، ويمكن سمعناها نصا أكتر من قيادة إخوانية وهي بتقول إحنا هنشعل مصر في حالة الخروج على محمد مرسي. ومحمد مرسي شخصيا هدد الشعب المصري في مفارقة يعني لم يراها أحد من قبل، رئيس دولة يهدد الشعب المصري بأن إذا خرجتم عن الشرعية سنواجه بالدم وسنواجه بالإتلاف والحرق. يعني هذه المسألة هم كانوا منتبهين ليها الحقيقة مبكرا. كان مهم جدا في هذا التوقيت أنه هو يهرب مجموعة من الخلايا الإرهابية اللي هو قعد طول السنة اللي كان في الحكم يرعى هذه الخلايا ويغذيها بالأموال وبالسلاح وبالأشخاص وبمن أعفى عنهم من السجون ومن أخرجهم من أحكام قضائية بعفو رئاسي. يعني جمع مجموعات إرهابية هذا النظام الإخواني ووضعوا في سيناء كبيئة حاضنة لهذه الجماعات، وكان بيستغل هذه الجماعات ضد الوطن. ضد الوطن بقى ممثل في جزء منه في القوات المسلحة ومرة في الشرطة ومرة في ترويع أهالي سيناء نفسهم. كان بيستعمل هذه الجماعات كذراع إرهابي مباشر وحقيقي. كل الناس كانت عارفة الكلام ده في نهايات هذه السنة السوداء اللي كان فيها حكم الإخوان قبل 30 يونيو. الكلام ده بس عشان أحط خط تحت الكلام ده، لإعلاء كلمة الدين ولا للوصول للسلطة؟ لا طبعا لمقاومة أي حد هيقرب من الكرسي اللي هو قاعد عليه. كان بيحارب بيه وبيهدد بيه القوى السياسية اللي هي كانت طول الوقت قوى معارضة وقوى ما بتملكش شيء غير انها تقوم باحتجاجات سلمية في الشارع او تكتب مقالات في صحف او تخرج على وسائل الاعلام تعلن معارضتها. يعني الناس كانت اللي كانوا مناهضين للاخوان كانوا بيتبعوا الطرق الديمقراطية يعني المتعارف عليها، الحفاظ على الكرسي، الحفاظ على الكرسي او الوصول للكرسي مرة اخرى. بس فقط لا غير. يعني المحافظة على النظام، المحافظة على الغنيمة اللي هو كان حاسس ان هو استولى على الحكم في مصر على سبيل الغنيمة. كانش عنده أي مشروع وطني. الشعب المصري ما شافش منه أي تصرفات في صالح الوطن، أي تصرفات تنموية. مشروع النهضة الخيالي والهلامي اللي كان بيروج ليه
بعد شهور قليلة الشعب المصري اكتشف ان هي أكذوبة كبيرة ونوع من التضليل الإعلامي. ما خرجش عن كده، ما شفناش تحرك واحد ايجابي. بالعكس احنا لقينا المعدلات كلها اقتصاديا واجتماعيا وحياتيا ومعيشيا بتتراجع بشكل مخيف. نبه الشعب بسرعة جدا في خلال عام واحد ان لا، الوطن المصري معرض للتهديد وللخطر الحقيقي والمباشر. انا بفكر حضرتك وحضرتك بتسأل على الاسماعيلية وسيناء، ان الشعب المصري تنبه في الشهور الاخيرة بان هناك مؤامرة كبيرة تدار في سيناء ضد الوطن المصري، والعمليات الإرهابية المتلاحقة، خطف الجنود، اغتيال الشهيد محمد أبو شقرة، ده كان كله في الشهرين الأخيرين اللي كان بينذر فيها بالخطر بأن الوطن مش رايح للسكة المظبوطة. سيادتك كنت أحد كبار مسؤولي الأمن في شمال سيناء، وشفت بعينك نوعية البشر اللي بيتم استقطابهم وإدخالهم عبر الأنفاق أو غيره إلى الأراضي المصرية في سيناء، وتجهيزهم وتحضيرهم وحشدهم ليوم معلوم أو لعمليات معينة يقوموا بها على زعزعة نظام الوطن. النوعيات الأشخاص دي شكلها إيه؟ هل هم كلهم مرتزقة ولا مؤمنين بقضية؟ يعني ليهم إيمان بالقضية الإخوانية او القضيه الاسلاميه بوجه عام، انهم في عاوزين يعملوا اماره اسلاميه او غيره، ولا مرتزقه بيجوا بمقابل مادي؟ طول الوقت اللي بيشتغل في مسائل الارهاب المسلح فهو مرتزق بلا جدال. من اول ما كان بيحارب في جبال افغانستان وتلقى اموال في بلد غير بلده وفي جبهه غير جبهته. هو ما بيحاربش في القدس، ما بيحررش فلسطين، صحيح. هو رايح على جبل في افغانستان علشان يحارب الاتحاد السوفيتي لصالح امريكا ولصالح اوروبا الكلام ده باموال. بس ممكن يضحك عليه ان هو لصالح الاسلام وحمايه دوله اسلاميه. بيبقى في جزء من التضليل، لكن اول ما حضرتك يعني تقترب من الشخص وتتحدث بتكتشف ان هو فاهم كل حاجه. التضليل بياخد غطاء بس، بالظبط، هو غطاء بس وقشرة خارجية يحاول بيها يضفي على الموضوع لافتات واشياء براقة ومعاني سامية، لكن كاذبة من اساسها. اللي انتقلوا بعد ما خلصت الحرب في افغانستان تم نقلهم الى الشيشان، وبرضه باموال وباستئجار. يعني هو بندقية للايجار، هو واحد ادى نفسه وادى جهده وعمره الى من يدفع. هؤلاء الاشخاص، وبعد ما خلص الشيشان راح البلقان، وبعد ما خلص البلقان نزل على ألبانيا. يعني هو مرتزق وفاهم انه مرتزق. تفتكر سيادتك ان استمر التنقل وانتقلوا من سيناء الى سوريا؟ طبعا فترة كبيرة جدا. مسألة جبهة النصرة والجيش الحر والمجموعات اللي تم تجميعها من إرهابيين على مستوى العالم كله، بص لقى ان هو في ساحة جديدة، هيلاقي اللي هيدفع له فلوس أكتر، هيلاقي اللي هيموله، هيلاقي سبيل الى المعيشة، قضية انفاذ فيها، في امل في الفوز بيها، ممكن يحصل على غنائم، وعايز يراهن برضو على نظام الحكم في سوريا. ما يهموش انه يهدم البلد، ما يهموش ان السوريين كلهم بره، ان الموضوع تجاوز مسألة ثورة شعبية. هو بيدمر وطن. يعني على سبيل المثال لم يترك الامر للشعب السوري هو يقرر. الشعب السوري هو ونظامه له الحرية في التقرير، وله الحرية في ابداء الرأي، اسقاط نظامه او تدعيمه او شأن داخلي لا علاقة لنا به على الإطلاق المفترض. لكن هو ولأنه طوال عمره شخصية إرهابية مستأجرة، هو عينه على الكرسي، عايز ينط على العرش في سوريا، عايز ياخد النظام، عايز يتمتع بمن يضخ الأموال على هذه الجبهة حتى يستفيد من كل الأوجه. هي دي النوعية الحقيقة للأسف الشديد اللي كانت موجودة في سيناء. هي دي النوعية اللي تم تجميعها من أوروبا كلها ورجعت على سيناء. هي دي المجموعة اللي كانت بتقضي أحكام قضائية في جرائم جنائية ثابتة في حقهم. وأصدر محمد مرسي للأسف الشديد بدون تحمل لمسؤولية منصبه عفو رئاسي عن هؤلاء من السجون المصرية. خرجوا وتوجهوا مباشرة إلى سيناء وبدأوا في إنتاج جيل جديد من تنظيم القاعدة، جيل جديد من تنظيمات إرهابية عديدة. خلينا نرجع لجزء الإسماعيلية. جزء من هذه الجماعات تم تهريبهم إلى المنطقة غرب القناة قبل 30 يونيو. جزء من هذه المجموعات اللي تكونت علشان يبقوا خلايا موجودة داخل المناطق الحدودية
لمحافظة إسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس ويستخدمهم في أعمال إرهابية. يمكن ده السبب في أن هم اختفوا في هذه المناطق استغلالا للمناطق الزراعية والمزارع والحقول ومنطقة جغرافية وكثافة سكانية عالية جدا، منطقة جغرافية تسهل عليهم مسألة الاختباء، ويبدأ في تنفيذ أعمال إرهابية شفنا بعضها ضد القوات المسلحة أو الشرطة أو المواطنين العاديين، الطرق السريعة اللي بتربط ما بين هذه المحافظات وبعضها، محاولة ولكن لم ينجحوا فيها، محاولة لاستهداف الممر الملاحي يبقى جنب قناة السويس، يحاول يعمل عمليات إرهابية يبقى ليها أصداء عالمية تثير الإعلام والرأي العام ووكالات الأنباء. اللي بيحصل دلوقتي عملية تكثيف لمنابع دعم الإرهاب، سواء بالأموال أو بالنفوس البشرية أو حتى بالفكر، بتحويل بعض الأفكار أو تحويل انتماء بعض الأشخاص لوطنهم لغير للجماعات الإرهابية دي. الأسلوب ده لأي مدى ناجح حتى الآن، وإلى أي مدى بتلاقي صعوبة فيه في شمال سيناء تحديدا، وأنت متاخم للحدود الفلسطينية الإسرائيلية، وفي أنفاق إلى حد ما طبعا 99% تقريبا منها تم هدمها، ولكن في برضه في حركة انتقال وحركة تهريب إلى حد ما، وإن طبعا زي ما قلنا يعني قلت خالص. إيه الصعوبة اللي بتأمنوها أمنيا هناك في إقناع المواطن اللي بيعيش في شمال سيناء، في إقناع الغزاوية أو الفلسطينيين في أنهم يكونوا بينصروا القضية المصرية مش الإخوانية، في منع أو قطع رجل القتلة المأجورين اللي ممكن يخشوا، ولا العثور عليهم أصلا؟ هم مختفين فين في شمال سيناء إن في صعوبة إن احنا نجيبهم بالمنظر ده؟ هو طبعا بنتكلم من 30 يونيو اولا في يعني نجاحات كبيره جدا حققتها القوات المسلحه اللي نزلت هناك هي وقوات الامن. يعني بنتكلم في فتره زمنيه يمكن جهازنا الامني وجهازنا في القوات المسلحه حقق نجاحات تقدر تقارنها بما تم في حتى في الجبهات اللي انا ذكرتها لحضرتك. افغانستان الامريكان قعدوا يحاربوا فيها 10 سنين عشان مجرد بس عشان يخرجوهم من المدن وراحوا ناحيه الجبال، لان اصعب انواع الحروب هي حروب الارهاب، حروب ضد خلايا وضد تنظيمات ارهابيه تشبه الفئران. جابوا بن لادن بعد قد ايه؟ يعني ما انا بقول لحضرتك 10 سنوات حرب بامكانيات الولايات المتحده لم تنجح سوى في خروج طالبان والمجموعات اللي معاها الى منطقه الجبال وخرجوهم من المدن الرئيسيه فقط لا غير. احنا الجيش المصري الحقيقه عندنا تعامل مع الموقف بمنتهى الجديه والحرفيه وحقق نجاحات ما نقدرش نقول يعني نقلل من شأنها، لكن يبقى في سيناء طبيعة جغرافية يعني صعبة للغاية، أصعب مسرح عمليات على مستوى الجمهورية كله منطقة الجبال اللي موجودة في شمال سيناء يعني مكان فيه من الجغرافيا ما يؤهل هؤلاء للاختباء والتنقل وسرعة الحركة وإمكانية أن يدخلوا دعم من بره. الجانب الآخر في قطاع غزة وتواجد تنظيم حماس على رأس السلطة هناك ليه أثر سلبي كبير جدا على مسألة يعني إعطاء الدفع والدعم المستمر لهذه الجماعات، لأن المقصود إرهاق الجيش المصري هناك أو إرهاق الأجهزة الأمنية على طول المدى، عمليات استنزاف أكتر منها عمليات تحقق شيء على الأرض. هم مش محققين حاجة، يعني احنا برضو بكل النتائج لا هو مش محقق، هو بيعمل عمليات متفرقة، لكن طول الوقت هو بيحاول يجهد وينهك ويشتت الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية ده أقصى ما يستطيع عمله. عايزين نقول إن طول الوقت كل الأطراف الإقليمية مش حماس بس، يعني حماس أحد الأذرع المهمة اللي بتساند الإرهاب للأسف الشديد في سيناء نظرا للتلامس الجغرافي ما بين المكانين، لكن يبقى كل الأنظمة الإقليمية اللي موجودة في المنطقة اللي مهتمة أنها تحارب مصر أو أنها تضع مصر تحت ضغط أو أنها تحاول تستنزف قواها، هذه الأجهزة هذه الأنظمة بجميعها متورطة في دعم هؤلاء. النشاط الإرهابي ده لا يتحرك إلا بأموال وأموال ضخمة وأموال يعني ذات مستويات عالية وأموال ما يقدرش عليها أفراد ولا تنظيمات. الأموال دي ممكن تكون مغرية لبعض المصريين القاطنين في شمال سيناء، بتبقى مغرية في بعض الأحوال، بس عايزين نفرق بأن بنسبة
90% من المنخرطين في هذه الأعمال الإرهابية من غير أهالي سيناء، هم مجموعات تم تجميعهم من أشخاص على يعني موجودين على مستوى الجمهورية، لكن أبناء سيناء اللي عايشين هناك يمكن أقل القليل منهم هو اللي منخرط في هذا العمل بنسبة عادية زيها زي بقية المحافظات. لكن الكتلة السكنية الرئيسية وعائلات سيناء وقبائل سيناء ومن يسكنون في المدن وبدو سيناء هم خارج هذه المعادلة تماما. بالعكس، ده هم يعني أول المتضررين، أكثر المتعاونين مع أجهزة الأمن، أكثر الحريصين على استقرار الأوضاع هناك وعودة الحياة إلى صورتها الطبيعية. لكن يبقى هو شتات من مجموعات كثيرة من الشباب المغيب اللي بيضلل على طول الوقت بأن هو بيحارب في سبيل الإسلام. شباب مضلل مغيب بيدفعوه بأسلوب الفكر والإقناع. أيوة. أين الفكر والإقناع الدولة في التعامل مع هؤلاء الشباب أو المواطنين؟ والله أنا شايف إن يعني الدولة مش غايبة، يعني الدولة موجودة وطول الوقت في إلحاح على مسألة الفكر الوسطي والفكر النظيف المعتدل. إيه آليات ده هناك؟ يعني في بعثات بتروح في طبعا في لكن الحالة الأمنية خلينا نكون صراحة لسه في بداياتها. مسألة الاستقرار اللي بنتكلم عليه ده احنا في شهر ديسمبر، شهر 12 العمليات دي بادية في شهر يوليو. لو قلنا 30/6 بدأت من بعد 30/6، يعني بنتكلم في أقل من 5 شهور. النتائج اللي حضرتك أو الصورة اللي حضرتك بتقول عليها محتاجة إلى مدى أطول، محتاجة إلى نوع أكثر جدية في الخطاب. هياخد وقته الزمني، مش هياخد، لكن بيحقق نتائج على الأرض. عايزين نقول إن المدن السيناوية اللي كانت في قبضة الإرهاب طوال العام الماضي بعد 5 شهور فقط لا غير عادت إلى حد كبير للحياة فيها بصورتها الطبيعية. وده حتى يمكن السبب في انتقال العمليات، ان هم مش قادرين يعملوا عمليات كبيرة زي دي في سيناء، وده اللي خلى ينتقل الى الاسماعيلية مرة، طريق الصالحية مرة، الشرقية، يحاول في اماكن جديدة يكون القوات الامن فيها منشغلة في بعض شؤونها او مش متوقعة ان ممكن تبقى عمليات هنا. ده يدل ان في نجاح متحقق في سيناء، لكن عايزين المزيد من اللي حضرتك بتقوله. مسألة الخطاب الوطني والخطاب الديني الصحيح والخطاب يعني اللي يجمع المواطن حوالين فكر معتدل نظيف محترم، وبجواره مباشرة فكر وطني، ان دي بلدنا وان احنا علينا مسؤولية كلنا تجاهها، وعلينا مسؤولية في الحفاظ عليها. مش شرط ضابط الجيش او ضابط الشرطة او فرد الجيش والشرطة، لا، المواطن العادي. واظن ان ده الحقيقة انا شايفه مؤشره ايجابي جدا جدا بعد 30 يونيو الحقيقة. تمام. المواطن العادي شايف بعينه استعانة جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمات إرهابية دولية، استعانتهم بمجرمين دوليين لاستعداء أهالي مصر وأهل مصر للوصول إلى السلطة. ده مش واضح للناس كلها، مش واضح لأي حد. اللي مش بيقولوا اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. إيه الهدف السامي اللي ممكن يخليني أطلع سلاح وأقتلك؟ إيه الهدف السامي اللي يخليني أطلع سلاح وأقتل مسلم، أقتل مواطن آمن في بلده أو في بيته أو في الشارع بتاعه؟ والله هو صرح يا أستاذ أحمد بوضوح كده وقال أنا سوف أحرق مصر، سوف أخرب العملية السياسية. يعني قياداتهم قالت في تصريحات، حتى مش على سبيل الاستنتاج ولا التحليل، هم ناس غزوا عند أعوانهم مسألة العداء للوطن المصري والعداء للشعب المصري، وما قدرش ان هو توافق مع ما حدث. الشعب المصري خرج في 30 يونيو، رفض هذا الحكم، هذا النوع من الحكم، رفض هذه الشخصيات، رفض هذه التجربة اللي كان الأول بيقول يعني أهلا بيهم، يتفضلوا يورونا التجربة بيقول لك دي مظاهرات كرتونية أخرجها خالد يوسف. يعني مظاهرات سينمائية. طب يعني حاجة كل القتل اللي انت بتعمله في المصريين وفي أهالينا اللي بنفقدهم، ومش عاوزنا حتى ننزل نعترض على حكمك. بالظبط. وبعدين بعد تجربة احنا ما اعترضناش الا لما شفنا سنة كاملة كان الشعب المصري، والشعب المصري ده هو اللي نجحهم في انتخابات مجلس الشعب، وهو اللي نجح محمد مرسي بانتخابات ووصله الى قصر الرئاسة، وكان منتظر يشوف تجربة جديدة، وكان منتظر يشوف تجربة وطنية حقيقية، لأن المسألة فيها تآمر من اللحظة الأولى.
وفيها تجاوز ضد كل أجهزة الدولة، وفيها محاربة لأجهزة الدولة بالكامل، وفيها يعني تخريب لأهم ملفات الأمن القومي المصري، قناة السويس وسيناء، وفي عناوين أزعجت المصريين وفوجئوا إن هم قدام نظام سياسي غير حريص على مصلحة الوطن بأي صورة من الصور. هو من الجانب الآخر للأسف الشديد طول الوقت بينظر إلى الحكم في مصر على سبيل الغنيمة وعلى سبيل ترتيبات إقليمية هو متورط فيها، بعضها مع تركيا وبعضها مع قطر، بعضها مع دول بتنافسنا في المنطقة. الأجمل من كده هم لما تولوا السلطة اعترفوا بعد فترة من تولي السلطة في مصر، قالوا إن ليس في الإمكان أبدع مما كان. طب يعني بدأوا بقى يشتكوا، طب احنا هنعمل ايه اكتر من كده؟ طب ما يعني معدلات التنمية يعني تهافت يعني في الطرح ومخادعة على طول الوقت، زي ما كنا بنشير لمشروع النهضة. وكان بيتحدث ايام الحملات الانتخابية ان هو عنده كوادر اقتصادية وزراعية وصناعية واستثمارية وهيستقدم اموال. شفنا ان الموضوع في النهاية لا يتعدى كونه مجموعة صغيرة من الدول، لم نرى الا تركيا ولم نرى الا قطر طوال العام اللي قاعد فيه الإخوان في السلطة. ونكتشف بعد كده أن الموضوع فيه مؤامرات إقليمية على مكانة مصر. يمكن كنا بنشير قبل الهواء على جنوب أفريقيا وما تم في جنوب أفريقيا ومحاربتنا من وراء ظهورنا بكل ما يحمل علم مصر. بالظبط. يعني ده ليس علم مصر فقط، يعني يمكن في جنوب أفريقيا لما منعوا أي ممثل من مصر يحضر جنازة مانديلا او الحضور لمشهد جنازه مانديلا، ده موضوع مختلف. بنتكلم في كيان وطني، في كيان المصري. الكيان الاسلامي حورب بقى، الكيان الاسلامي الاعظم والاكبر حورب في انجولا لما منع الاسلام وصنف تحت احدى العقائد الغريبه او الارهابيه، وتم هدم مساجد في انجولا. هو ده الاثر السلبي. مين اللي عمل ده؟ ده الاثر السلبي من حكم عام طول الوقت بيرفع شعار الاسلام، والناس مش شايفه من دوت غير ترويع، غير إرهاب، غير عمليات، غير تفخيخ، غير استهداف مواطنين واستهداف جيش مصري، استهداف أجهزة أمن مصرية. الناس اللي بره ما عندهاش التفصيلات الكتيرة، الناس اللي بره شايفة ناس بترفع لافتة الإسلام وبتعمل هذه العمليات اللي هي مجرمة ومحرمة دوليا. فأسهل حاجة على سبيل يعني بمثال أنجولا إنها تقول لا يبقى الإسلام ده ألغيه. يعني هي شافت أسوأ أنواع الصور وأذت الدين الإسلامي بتاعنا أذية ولم تحدث في تاريخ الإسلام. يعني لم يحدث في تاريخ الإسلام. الإضاءة اتطفت في الاستوديو، لكن أعتقد ممكن نكمل صوت لغاية لما رجع الإضاءة. أنا عاوز أتكلم يا فندم على نصيحة سيادتك للمواطن المصري. يعني المواطن المصري بينزل، أو الأهالي المصريين لما بيشوفوا مظاهرة إخوانية بينزلوا بيتعاملوا معاها بأمانة شديدة. احنا رافضين ده، يعني احنا رافضين ان يحتك مصري بمصري بغض النظر. لا ده سلوك هو بيعبر بس عن يعني رفضه للمشروع ده، رفضه لممارساتهم، رفضه للشخصيات اللي بتحاول تخرب وبتأذي. لكن احنا عايزين نقول ان لا، الأجهزة المعنية، أجهزة الأمن هي المسؤولة عن ده، لأن مواطن أمام مواطن ده شيء يثير الفوضى وشيء قد يؤذي المواطن اللي نازل يرفض الإخوان. واحنا عايزين نحافظ على حياته ونبقى حريصين على حياة أي مواطن أو مواطنة مصرية بأي شكل كان. أجهزة الأمن واللي موكول ليها أنها تحافظ على الأمن، واللي دي مسؤوليتها ومهمتها ومهنيتها، علشان تعرف تتعامل بالشكل اللي هو يدي الإيحاء بأن احنا دولة سيادة قانون. دولة سيادة قانون. وآخر حاجة طلع قانون التظاهر، تنظيم التظاهر ده بيؤكد ان احنا دولة سيادة قانون، ونتمنى ان الجميع يلتزموا بيه. سيادة العميد خالد عكاشة، انا بشكرك يا فندم على وجودك معنا النهارده. افدتنا فعلا برأيك الخبير في الوضع الامني الراهن والوضع مع جماعة الاخوان. انا بشكرك مرة ثانية يا فندم، اتمنى ان احنا يكون لنا لقاء اخر معك باذن الله قريبا. بشكرك مرة ثانية. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا في ختام هذه الحلقة بشكركم على حسن المتابعة. للقاء وحلقة أخرى جديدة، والأمن في أسبوع.